صباح الخير عليكم، نتمنى انكم تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الدجاج بالزبيب اللي كيجي زوين بزاف. كنحتاجوا الربيع، جوج فصيصين ديال الثومه، نص معلقه ديال البصار، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، ربع معلقه ديال المروزيه راس الحانوت. كنحتاجوا الملحه وواحد المويتشه صغيره. ما تستغربوش من هذا المكون، ولا كيعطيه واحد التعليكه، واحد المرح كيجي خاطر، كيجي زوين بزاف وكيهرس لينا هذيك الحلاوه ديال البصله وديال الزبيب. كنضيفوا الماء الجهد اللي خلط لينا هاد التوابل، تقريبا شي 4 ديال المعالق. صافي كناخذوا الدجاج، كنطفوه، كنشفوه، كنفلحوه بالموس، وكنشرملوه بهاد شرموله. وكل ما خليتوه مرقد كيجي زوين. خديت الطواجن ديالي وضعت فيه العوده ديال القزبور، وفرشت فيه البصله دوائر. انا هنايا استعملت البصله البيضاء، يعني من الاحسن تكون بصله بيضاء، كتجي احسن من الحمراء دغيا كتذوب. كنضيفوا الدجاج في نفس البول اللي كان فيه الدجاج، غادي نضيفوا له جوج بصلات كبار اللي قطعتهم شنانف. غادي نضيفوا راس معلقه من البصار، سكينجبير، الخرقوم، المروزيه، وغادي نضيفوا نص معلقه ديال القرفه وطريقه ديال الملحه. نخلطوا مزيان مزيان هاد البصله مع هاد التوابل، ونحاول اننا نضغطوا على البصله باش تبل لينا، ومنين نحطوها طيب دغيا يخرج لينا الماء الطبيعي ديالها. حيت هنايا غادي نطيب بلا ما، يعني ما غاديش نستعمل الماء. صافي واحد الحفينه ديال الزبيب، ومعلقه كبيره ديال السمن. هنا كنوريكم انني ما غاديش نستعمل الماء، استعملت غير هذيك 4 المعالق الاولين اللي خلطتهم مع التوابل. صافي وكنضيفوا 4 المعالق ديال زيت الزيتون ولا زيت المائده. صافي كنغطيوه وكنقفلوا عليه وكنحطوه على عافيه مهيله. من بعد ساعه ونص، هنا كنبغي نوريكم انني درت بلاستيك الغذائي فوق الكاغط ديال الزبده باش دغيا يعني دغيا يطيب لي الطاجين. كناخذ واحد المعلقه، كنبقى نهز شويه ديال المرق وكنضيفو فوق الزبيب وفوق الدجاج. شوفوا تبارك الله شحال طلق ديال الماء، رغم انني ما درتش الماء، غير هذوك 4 المعالق الاولين اللي خلطت بهم الشرموله. صافي هذه تقريبا 2 سوايع، ولكن العافيه بحال الشمعه. شوفوا كي تعلكات البصيله، الزبيب طايب، الدجاج طايب، كلشي طايب. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا انه كي جاكم بمطيشه. فعلا راه كيجي غزال بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.